حبايبي الحلوين، كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم يا رب العالمين. النهاردة هنعمل حبة كتار من الكوكيز ببيضة واحدة بس. سهل وسريع ومكوناته كلها في كل بيت. يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، ونبدأ نقول مقاديرنا النهاردة. معانا بولة هننزل بيها ب3/4 كوباية سمنة، تكون متلجة، يعني لا جامدة قوي ولا طرية قوي. هننزل كمان بنص كوباية سكر، تمام، عشان ما يفرش منك. أنا عايزة السكر والسمنة يدوبوا مع بعض، بحيث إن العجينة تبقى لونها أبيض خالص. عايزة الفوم بتاع السمنة والسكر يكونوا لونهم أبيض، علشان احنا هنستعمل بيضة واحدة بس. ومعانا شوية فانيليا، وننزل بالبيضة ونضرب لغاية لما تختفي البيضة خالص ويطلع معانا نفس اللون الأبيض. هننزل ب4 معالق زيت يكون ريحته حلوة، ونضرب تاني بالمضرب لغاية لما شايفين نلم الأجناب كده ونشوف كده، كل ما يفتح هيبقى أحلى وأجمل. اللي ما عندوش مضرب يد كهربائي يستعمل مضرب يدوي. هننزل بقى دول 2.5 كوباية دقيق، هننزل بحبة حبة، رشة ملح، على طرف المعلقة بيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر علشان ما يفرش منك. هنقلب كده ونعجن بأطراف ايدينا. البسكوت، الكوكيز، البوتفور، كل الحاجات دي مش بتتعجن، لو اتعجنت هتبوظ منك. وننزل ببقية الدقيق، تمام، الدقيق منخول 2 3 مرات. زي ما قلتلكم مش بنعجن، يا دوبك بنلم العجينة وبأطراف صوابعك تشتغلي بيها. عايزة الوقت العجينة معايا بتلزق، هنقسم العجينة زي ما انتوا شايفين. هناخد في أول عجينة معانا 3 معالق كاكاو خام، ننخلهم ونقلبهم بالطريقة دي لغاية لما نعمل العجينة بالكاكاو. والعجينة التانية هنزود معلقة دقيق واحدة بس، ونقلب بالطريقة دي لغاية لما يمسك معاكي ما يشققش. هنغطيهم ونحطهم في التلاجة نص ساعة يستريحوا. بعد كده هنحضر معانا الشوكولاتة الشيبس، وبعد كده هندخله فرن. هو هياخد بالظبط 10 دقايق. أول ما الصينية مش مدهونة حاجة، وهنحطه سكون صغنون علشان بعد كده بيكبر زي ما انتوا شايفينه. هنعرف ازاي نستوي. القاعدة بتاعت البسكوت او الكوكيز هتغير لون، ويا دوبك تغير للون الفاتح هنطفي على طول ونطلع الكوكيز معانا. ما نمسكوش خالص لغاية لما يبرد. بعد كده نحطه في علبة محكمة الغلق ونقفل عليه، بس قبل ما نقفل عليه هنحط كيسة، ويا ريت ما يتعرضش للهوا كتير علشان ما يطراش. أتمنى أكون أسعدتكم، وأتمنى إن أكون اديتكم الوصفة صح. عيد سعيد عليكم يا رب العالمين، مع السلامة.